شاهد على العصر. النصر فاوض مهاجم مميز جدا جدا، ولكن ربط النهاية وكل شيء بصدور الحكم. قال وكيل اللاعبين، واعرفه شخصيا زي ما اعرفك، قال وكيل اللاعبين لا اسمحوا لي ما اقدر اصبر. واللاعب الان راح الامارات، لاعب مميز يشار له بالبنان. النصر ما يقدر يقدم لانه لين يصدر حكم، بس المفاوضات مفتوحه زي ما صار مدرب مفاوضات مفتوحه. مدرب غيره الكولومبي ولا لا؟ ايه. الى اخر لحظه قالوا بس ترى عندنا مشكله اللي موضوع الان تسجيل اللاعبين الاجانب وكذا، وعندنا البطوله العربيه. قال لا ما اقدر انا اجي الا اقول لكم جيبوا اللاعب الفلاني واللاعب الفلاني. اداره النصر تبحث لكنها ما زالت تنتظر القرار. انا معك، قرار المفروض انه محكمه التحكيم يعني بما تملك هي من خبرات وما تملك هي من قانونيه صلاحيات، خليني اقول لك يعني تصدر حكمها، ويمكن هي الان اجلت الموضوع هذا لسبب معين ما تدري انت يعني. لا لكن